الله الرحمن الرحيم. رجعنا تاني ونقول حلقة 30/5. و30/5 هو مش تاريخ ولا مناسبة ولا عيد ميلاد ولا تاريخ وفاة ولا عيد قومي ولا أي حاجة. 30/5 هما 30 رقم في القرآن الكريم الذين ذكروا في القرآن الكريم، والخمسة السر بتاعها الرقم 5 والرقمنة والأرقام اللي هنقولهم النهارده. هنقول 30/5 وسر الأسرار رقم 5. تعالوا مع بعض نبدأ حلقتنا النهارده، بس قبل ما نبدأ الحلقة نوحد الله ونصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لما فكرت في 30/5 كنت عايز أربط 30 مع 5، وال30 مع 5 حاجة سر من الأسرار أو الإعجاز الرقمي للقرآن الكريم. 30 نيجي نشوفها كده هنلاقي 6 في 5 بتساوي 30. 6 في 5 بتساوي 30. الستة هم ال6 أيام التي خلق فيها الله السماوات والأرض. والخمسة هم الأسرار، أنا إيدي 5 والإيد التانية 5. ال5 هم ال5 أركان الإسلام. إيه ال5 أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه 5 أركان الإسلام. ال5 الثانية من ال5 صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء على إيدك 5. يبقى أنت عديت أركان الإسلام على إيدك 5 والصلوات 5. ولما نقول إن الصلاة هي عماد الدين، المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، قولا واحدا لا نقاش فيه. إذا الصلاة هنا مهمة جدا للمسلمين. طيب، ال5 صلوات عديناهم على الإيد، ال5 أركان عديناهم على الإيد، وال6 في 5 ب30. وال30 هم ال30 رقم الذين ذكروا في القرآن الكريم. ممكن معلومات كتيرة أو ممكن دي معلومة في ناس كتيرة ما تعرفهاش وأنا بقولها النهارده. الأرقام أو الأعداد التي ذكرت في القرآن الكريم عددها 30. دي إثباتك إن هم 30. لو أنت دخلت على النت، دخلت على أي موقع من مواقع الإسلام وعايز تعرف بيانات، عايز تعرف أنا عايز تعرف حرف الألف ده اتكرر كم مرة وحرف الب اتكرر كم مرة، هتعرف. لكن لما تيجي تتدبر مش مهم تعرف، المهم تتدبر في الرقم أو في العدد. 30 هم ال30 يوم بتوع الشهر. لما تيجي تحسبها كده 30 يوم في الشهر، في 12 اديني 360، محيط الكرة الأرضية 360. ولو قلبت 360 تيجي تقرا الرقم 360، يعني 36. سيب الصفر ده خالص واعكس الرقم زي 63. وال63 هو عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عاش فيه في هذه الدنيا. 30 جزء للقرآن الكريم، 30 يوم في الشهر، 30 رقم ذكر في القرآن الكريم. بزود لك عليهم 30 النهارده
هم ال 30 ضغطة بتوع الCPR بتوع انعاش القلب الرئوي. ندخل بقى وندمج ونقرن كل الكلام مع بعض. قلنا 5 أركان الإسلام، 5 عدد الصلوات، 5 التكليفات، ثالث 5 التكليفات التي كلف الله المصطفى صلى الله عليه وسلم بها. عددها 5. هو أنا مش بجيب الحاجات من عندي، ما بجيبش حاجة من ده كله من ربنا. في ناس كتير قوي ما تعرفش، يعني لما تقول التكليفات اللي كلف بيها ربنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو عارفها، ممكن يكون عارفها، بس الصيغه ما هياش في دماغه كويسه، يعني مش واصله له. ايه هي التكليفات؟ يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. 5. هتستغرب قوي الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. شاهدا 5 حروف، مبشرا 5 حروف، نذيرا 5 حروف، داعيا 5 حروف، سراجا 5 حروف، ده حتى منيرا 5 حروف. طب اضرب ال5 حروف في ال5 كلمات يبقوا كام؟ 25. ايه ال25؟ هم ال25 رسول ونبي الذين ذكروا في القرآن الكريم. 25. نبي ورسول ذكر في القرآن الكريم. وتيجي تبص بقى الجمال. أول حاجة لما ربنا قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا، تيجي تشوف الحرف بتاع الشين ده ترتيبه في الحروف الهجائية كام؟ تلاقيه 13. حرف الشين من الشمول، والشين رقم 13، وال13 لما تيجي تشوفها تلاقيها 13 سنة، سنوات الدعوة للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. وال13 انت شوف بقى اليهود بيتشائموا من رقم 13 ليه؟ عارف سر رقم 13 هم بيتشائموا منه ليه؟ لأن ال13 ده في اللغة الإنجليزية لما تطلع تروح اللغة الإنجليزية في الحروف الأبجدية A B C D هتلاقي حرف الإم بتاع سيدنا محمد ترتيبه رقم 13 وهو منتصف الحروف في اللغة. على رقم 13 هم عدد حروف اللغة 26 وهو منتصف الحروف الأبجدية الإنجليزية. وال13 هم سنوات الدعوة في مكة. شاهدا مبشرا، حرف الميم في مبشرا لما تيجي تشوفه في الحروف الهجائية العربية هتلاقي 24 وهو الحرف الأول من سيدنا محمد. و24 دي 24 ساعة الناس هتتذكر أن 24 ساعة يذكروا الله ويذكروا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما تشوف 24 تستعجب. 2 و4 6 عدد أيام التي خلق فيها الله السماوات والأرض. و2 في 4 بيساوي 8 عدد أبواب الجنة 8. من سيؤمن بمحمد
ويؤمن بالله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام سيدخل الجنة التي عدد أبوابها 8. ونرجع تاني للثمانية. شاهدا مبشرا نذيرا. حرف النون هو ترتيب 25، وال25 ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون شاهدا على أمته وعلى كل الرسل وعلى كل الأمم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. 25 حرف النون بتاعت القرآن، حرف النون من القرآن 25. شاهدا مبشرا نذيرا داعيا. حرف الدال بتاع سيدنا محمد اهو ترتيبه في الحروف 8. عشان قلت لكم استنوا اصبروا على ايه الموضوع 8 تاني. ادي 8 وحرف الدال ب8. عدد ابواب الجنه 8. اللي جاي بقى سراجا. حرف السين. حرف السين ترتيبه في الحروف الهجائيه في اللغه العربيه رقم 12. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. 12 شهر سنه. سبحان الله. شفتوا الجميل التدبر. طلعت ايه حاجات تدبر هتلاقي وهتطلع. انا مش شيخ والله العظيم ولا داعيه ولا صوفي، انا متدبر. طب ما تيجوا كمان بقى نشوف مراحل من 4 في الخمسات، مراحل تطور الإنسان. بس قبل ما نقول مراحل تطور الإنسان نصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. مراحل تطور الإنسان نفس القصة نفسها. مراحل التطور للإنسان 5. أنت كنت جنين في بطن أمك، جنين، واتولدت بقيت رضيع لغاية سن سنتين، بقيت طفل، بقيت شاب، بقيت كهل وعجوز.